السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتيني كتير من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة يعجبكم جدا. في معلومة حلوة كده، وإن شاء الله هنعمل حاجات كتيرة في الفيديو، تنظيف ونعلف الطيور، ونعمل حاجات كتيرة إن شاء الله بإذن الله، وجبنة جريش وحاجات كتيرة حلوة وباذن الله معانا في الفيديو موعين. يعني شوفوا هتستمتعوا بالفيديو جدا جدا. خليكم بس معانا لاخر الفيديو. بس اهم حاجه قبل كل حاجه ما تنسوش محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزله يوصل على طول. طبعا احنا قناتنا قناه ريفيه، محتوى ريفي. اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بتتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين، وشغله مع الكانون وفرن الطين، والحياة البسيطة الطبيعية، حياة أهل زمان اللي كلها رضا. طبعا عايزة أشكر الناس اللي دخلت لي جديد والناس اللي معايا من زمان، وأقول لكم انتوا كلكم على راسي من فوق، شرفتوني ونورتوني. فبصوا يا جماعة بقى، بنكنس كده. بدأنا بالكنيس، بسم الله ما شاء الله. يعني المكنسة اللي كنت عاملاها معاكم أو المجشة اللي كنت عاملاها معاكم من الليف، طبعا الناس اللي متابعاني عارفة أنا كنت عاملة فيديو عن المكنسة أو المجشة اللي من الليف. طبعا انتوا عارفين كام روتين انا بعملها معاكم وانا بكنس بالمكنسه دي. شايفين الكنيس بتاعها بيكون يعني بتنظف الارض بطريقه حلوه، ما بتعملش كده، ما بتنخربش الارض زي الزباطه. يعني الزباطه بصراحه ان الارض دي يعني ارض تراب، مش الارض اللي هي بره هنا عند الفرن دي تراب. اما الارض اللي من جوا منها اللي كنت بكنسها لوحدي بالاسمنت، يعني ممكن الزباطه عادي، الزباطه مش هتعمل لها حاجه. بس الارض دي اللي هنا دي تراب، يعني ارض طين كده زي ما هي. فالزباطه بتنخرب فيها، بتطلع تراب من الارض وتعمل نجر وحفر في الارض. اما المكنسه الليف دي او المجشه دي ما شاء الله ما بتطلعش نخارين. الليفه ناعمه زي ما انتوا عارفين، الليف ناعم. فالمكنسه حلوه جدا، بتنظف المكان بطريقه حلوه، ما بتعملش حفر في المكان. فطبعا انا بكنس بيها يعني اغلبيه الروتين اللي انا بعملها معاكم الايام دي كلها من ساعه ما عملت المكنسه معاكم انا بكنس بيها على طول. يعني انا بستعملها في الكنيسه على طول زي ما انتم شايفين كده. كنيسه حلو بتنظف. ايوه، يعني الواحد بيميل كده. انما لو هي لها يد ولا حاجه اكنس وانا واقفه كده. انا ممكن لو ما فيش تصوير بكنس كده وانا قاعده، بقعد كده وبكنس. تمام. بس انا عشان بس التصوير وعشان انا انجز يعني، فعلى طول بنظف المكان كده وانا مايله كده. هي بس تعبها في التمييل بس، انما هي بسم الله ما شاء الله بتنظف تنظيف حلو، حلوه جدا. دي المكنسه اليدوي اللي كانوا بيعملوها زمان. بتعمل نفس المكنسه بالطريقه دي بالظبط، بس بيبقى لها يد كده جريد من الجريد، كانوا بيكنسوا بها برضه هم واقفين كده، زعفوا بها السقف يكنسوا بيها، بتبقى حلوه، بتنظف بطريقه حلوه يعني. فدي المكنسه كنت عاملاها معاكم، اديكم شايفين الكنس بتاعها، وبعمل معاكم روتينات بيها ما شاء الله جميله جدا جدا، بتنظف تنظيف حلو يعني. فاحنا نضفنا المكان زي ما انتوا عارفين، بنضف المكان واخد كل الكناسه كده عزكم الله يعني على تحت المواشي. بصرب منها لما يكون فيها شنط فيها حاجه بلاستيك بحوشها منها، التراب باخده على تحت المواشي. طبعا كنست المكان ونضفنا تنظيفه حلوه. وجيت بقى نفطر الطيور هنا زي ما انتوا شايفين كده، جايبين اكل نحط لهم غله. يعني انا كنت حاطه لهم الصبح بدري، كنت شايله البقايا اللي في المواعين كلها كده وحطها في حاجه، ورحت جبتها لهم بدري يعني كده على حبه دشيش وكده، كلوها من بدري. فبعد ترويج البيت وتنظيف البيت، فجبت بقى شويه غله كده عشان الغله الشامي دي، عشان الخروف ياكل برضه، وهم برضه كمان بياكلوا معاه برضه، لان الفراخ بتحب الحبوب دي. الفراخ اللي هي احنا مربينها كده مش بنعلفها ومثلا بتنتج بتبيض وكده، فبتحب الحبوب برضه. فانا كنت جايبه لها بقايا من المواعين في الصبح بدري وعليهم حبه دشيش. بس دلوقتي كده انا جبت شويه غله. يعني انا كل ما باجي عندهم اجيب لهم معايا حاجه كده، حبه غله، حاجه فايضه من المواعين، حاجه بجيبها لهم يعني معايا كده وانا جايه في المكان. لان الطيور برضو عايزه الواحد يشبع، يعني دايما تشبع الطيور على طول، لان الطيور لما تجوع، الفراخ بالذات لو جاعت بتقطع بيض، ما بتبيضش. او اي حاجه بتجوعيها هتقطع بيض، وبعدين الجوع بيسبب الامراض، بيضعف المناعه عند الطيور. يعني لما الطيور بتجوع مناعتها بتضعف، فلما تضعف المناعه فالطيور من السهل ان هي تموت، يعني من السهل ان هي تموت بسبب الجوع.
بتبقى الطيور زي يعني تحس ان الطير كده زي البني ادم، بدل لما مناعتها بتبقى ضعيفه متعرض للمرض، بتعرض لاي ميكروب، اي حاجه بيشمها بسرعه بيتعب بسرعه. فنفس الكلام عند الطيور. الطيور بالذات اللي بيتعب مناعتها ويخلي مناعة الطيور ضعيفة، يعني عدم الاهتمام، والطيور تجوع بصراحة. يعني الطيور لو جاعت نسيت توكلها الصبح، رحت وكلتها العصر، نسيت توكلها تاني في العصر، اخرت عليهم يوم او حط لهم اكل قليل وما عودتش عليهم تاني، نسيت تروح لهم تاني، فبتلاقي الطيور جاعت. فالجوع ده بيعمل لهم ضعف في جهاز المناعة، فمتعرضين بقى لاي حاجة، بتلاقي الطيور ما بتستحملش. كنت وكلت الطيور جيت هنا بقى. كان عندي جبنه جريش انت عارفينها دي، اللي احنا بنعملها كده، بتبقى مفروز منها الخير، طلع منها الزبده يعني. بس يعني احنا بنوديها الخضاضه. بصوا، بنحلب الاول، نسخن اللبن، نودي الخضاضه، نفرز اللبن، ناخد الخضيض اللي هو متاخد منه القشطه اللي احنا بنعبيها في الجلد. القشطه بنعبيها في الجربه، وبناخدها بنعمل منها زبده. فبقى اللبن ده اللي هو ما فيش دسم، ده اللبن الخضيض بنعملها، بنحط في منفعه، ولما ياخد كده ونحس ان هو كده خد وحلو بكتل حلوه كده، بنيجي نحطها في الحصيره هنا او السده، ونيجي ونسيبها كده بقى لما يتصفى، ونسن شويه كده، ونيجي نقلبها تاني في السده، نقلب الجبنه، وبعدين نرجع بقى نجيبها ونقطعها. تشوفوا لما اجيبها واقطعها معاكم، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا يعني. جبنه حلوه، هي دي الجبنه الجريش اللي احنا بنخزنها ونعمل منها الجبنه القديمه، ونحط عليها شطه وملح ونعملها. دي الجبنه الجريش يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. تشوفوها اهي، شايفين زي العسل اهي، حلوه جدا جدا. بفرش طبعا، احط شويه ملح كده في الطبق او في الصينيه او اي حاجه انا بقطع فيها الجبنه، افرش فيها الملح. طبعا دي بيتحط لها ملح رشيد خشن، الملح الخشن اللي هو بيجي في الشكاير ده، انما انا حطيت ملح ناعم من بتاع الطعام علشان انا كنت مخلصه ملح بصراحه يعني. بس الحمد لله جبت ملح برضه، لان البيت اللي يكون فيه لبن بيبقى لازم يبقى فيه ملح كتير في البيت، لان الجبنه بتحب الملح. الجلد او الجربه لازم كل يوم يعني ترش عليها ملح. لو انت نسيت تحط لها ملح، ولا خطيتي فيها مره ونسيت تحط لها ملح، بص تلاقيها باظت يعني، دودت والدود كلها وخرمها، فاهمني؟ فلازم تبقى جديره في الملح. الجلد معايا ما شاء الله ممكن يقعد 2 و3، لان انا محافظه عليه بالملح. الملح ده ماده حافظه حلوه جدا جدا، وبيبقى دايما لازم يتوفر في البيت بكميه كبيره في وقت الالبان، في وقت اللبن يعني، في الموسم بتاع اللبن. بصوا انا كنت قطعت معاهم، بسم الله ما شاء الله، حلو، جبنه حلوه يعني، زي ما انتم شايفين يعني، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، جميله جدا جدا. وخاصه بقى وهي لسه طريه يا جماعه، والله هي طريه كده، بتبقى جبنه خضرا كده طريه حلوه، طعمها بيبقى حلو جدا. لما بنخزنها بقى، بنسيبها تفضل تنقع الشرش اللي فيها لما تنشف وتصوم كده، وبعدين نلفها بالملح ونخزنها. بس انا حاليا دلوقتي احنا بناكل منها طازه، وبعدين بقى نلم الكميه اللي احنا عايزينها، اللي احنا هنخزنها يعني. خلصت قطعت الجبنه، وجيت هنا بقى على المواعين. قلت ايه، كان عندي حبه مواعين مش كتار يعني، انت عارفين لما يكون عندي مواعين كتيره انا بعمل ايه، بجيب الطشت واقعد كده في الارض واقعد ادعكها. انما دي المواعين ما كانتش كتيره، فقلت لا، اصبنهم كده على الحوض وانا واقفه وخلاص، لما ما كانش كتار يعني، لان انا طبعا ايدي في المواعين على طول، ما مش بخليها تكتر. انا بخليها تكتر لما اكون عايزه اعمل فيديو كل يوم انا مشغوله فيه قوي، فبقول لا، اخلي المواعين مثلا لبكره. في مواعين طبيخ بقى، ومواعين لو كنت بشغلها بقى على الكانون، فبخليها بقى وابدا ان انا اقعد في الارض كده واعمل معاكم فيديو واصورها. اما لما اكون مواعين مش كتيره بس باجي غسلها كده على الحوض وانا واقفه على طول، اول باول، الصحنين، الكوبايات، الصينيه، الحاجات دي كلها بغسلها كده على طول وانا واقفه على الحوض. فزي ما انتوا شايفين كده، ما تبصوش على الحوض بتاع محمد تقول يا لو يا ام محمد الحوض ماله مليان تراب وطين كده، ليلي ان الحوض والله يا جماعه في مكان مكشوف يعني، فوق منا للسما كده، الحته اللي فوق الحوض دي كده على طول يعني مكشوفه. فالسقف اللي حواليها بقى بينزل منه تراب فوق الحوض على طول. يعني انا انضف الحوض دلوقتي بعد ما اخلص المواعين، هنضف الحوض، وبعدين بعد شويه لو انا جيت صورت معاكم مثلا بكره تاني ولا حاجه مواعين، هتلاقوا الحوض بنفس الشكل ده. لا بقى ان هو المكان مكشوف وبينزل عليه تراب من فوق، الهواء ينزل تراب، الحمام،
القطط، اي حاجه كده معديه على السقف كده من فوق، فبينزل تراب فوق الحوض، ان المكان اللي فوقيه هو منور كده، المكان اللي فوق الحوض ده منور، فبينزل فوقيه تراب على طول. زي ما انتوا شايفين المنظر بتاع الحوض منظر الحوض كده والله من التراب يا جماعه، الهوا ولا اي حاجه بتنزل تراب على الحوض بتخليه مطين كده. وانتوا عارفين بقى التراب لما ينزل وتنزل عليه ميه بيتحول لطين. انما انا بنضف على طول كل يوم وكل حاجه، بس ايه، هو مثلا انا نضفت في الصبح وغسلت المواعين ونضفت الحوض، على العصر يكون الحوض رجع زي ما هو، اصبح تاني يوم الاقي الحوض كأنه ايه، ما تنضفش، كأنه ما تنضفش بسبب التراب اللي هو بينزل عليه. لان انتوا عارفين السقف فوق بيبقى في تراب كتير على السقف وكده ولما يكون في منور، الناس اللي عارفه يعني اللي عندها منور في المكان، منور كده، بتلاقي ان في تراب كتير نزل في المكان ده على طول. المكان اللي فيه منور ده بينزل من السقف من حواليه تراب عليه، فالحوض يعتبر فوقيه منور كده، يعني فوقيه من للسما كده على طول. فبرضه بغسل مواعين وبنضف وبخليه زي الفل، يعني انا بنضف وبخليه زي الفل. ف دي الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك يا جماعه، يا رب يكون استمتعتوا، يكون بعرف اقدم لكم معلومه حلوه تستفيدوا منها، وكون بتستمتعوا معانا في الفيديوهات بتاعتنا الريفيه اللي على طبيعتها دي. طبعا الفيديوهات بتاعتنا على الطبيعه، ويعني بصوا ما فيهاش يعني الحياه اللي احنا عايشينها يا جماعه، حياتنا اللي احنا عايشينها هي اللي انا بعملها معاكم والله زي ما هي. ما يعني غسيل مواعين، كنيس، او نفطر الطيور. بس طبعا انا مش بجيب لكم اليوم كامل، انا مش بصور اليوم من البدايه للنهايه وكده يعني، لا انا بصور لكم حاجات في اليوم. يعني مثلا مريت الزير، كنست كده اصور، مثلا بعمل فطير، بعمل عيش، بعمل اي حاجه، يعني الحاجات اللي انا بعملها بصور منها حاجات. انما انا ما بصورش اليوم كامل، مثلا من بدايه الحليب ولحد ما اخر النهار برضو وكده. لما نقوم الصبح بدري ونحلب وبعدين نخض وبعدين نعمل الشاي ونفطر وبعدين نبدا بقى ان احنا نكنس. وبجيب لكم يعني ايه بعد الحياه البدريه جو دي اللي هي الصبح بدري ما بصورهاش، يعني قليل لما بصورها، لما تطلب مني ولا حد يقول يا ام محمد عملنا فيديو الحليب وانت بتحلب وكده، فبعملها يعني. انما انا عامة انا ما ببدأ اصور كده بعد ما اخلص شغل بدري، الوقت البدري يعني بتبقى الجو مظلم في الصبح بدري، النور ما بيبقاش المكان ما بيبقاش واضح، بيبقى النور ضعيف في المكان. وطبعا اول ما اصحى من النوم اقول لهم تعالوا صوروني، طبعا بيبقوا متضايقين، يقوموا من النوم على التصوير بيبقوا متضايقين، فاهمني؟ فانا بقى بخلي التصوير جاي في منتصف الطريق في نص الطريق كده، يعني بعد ما اخلص شغل بدري ابدا بقى ان انا اصور الحاجات اللي هي ايه، اللي هي مثلا على الساعه 8 كده، يعني الشغل بيبدا على الساعه 8 كده، سواء فطر طيوره او اكنس او الحاجات دي كلها. فزي ما انتوا شايفين كده بنضف المواعين كده، زي ما انتوا شايفين شويه المواعين اللي عندي بقى بشطفهم شطفه حلوه كده على الحوض وبنضف. فيا رب بس محتوانا يعجبكم، والمحتوانا بيعجب بقى يعني مننساش يعملنا العجبات والله لايكات كتير، كترنا لايكات يا جماعه عشان محتوانا يستمر ونفضل موجودين معاكم، وقناتنا تستمر ونفضل نفضل ايه دايما معاكم كده ما نزهقش يعني. فبصوا شايفين الطين اللي على الحوض، يا ساتر، طين تراب اتحول لطين، تراب اهو اتحول لطين، شايفين؟ طبعا لازم ان انا انضفها كده على طول بعد ما اخلص المواعين. طبعا انضف الجنب ده وانقل فيه المواعين عشان انضف الجنب التاني واغسل بقى الكوبايات والصينيه والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده. يا ساتر يا رب، من المكان لما فوقيه مكشوف والله يا جماعه، فبيض على طول، هو بيطين كده على طول. يلا الحمد لله، ربنا يعيننا ويقوينا، وربنا يعين كل حد على بيته ومصلحة بيته يا رب العالمين. ربنا يجاوبكم كلكم على مصالحكم في بيوتكم، وربنا يكون معانا ومعاكم يا رب، ويعيننا على شغل بيتنا وحياتنا وعيشتنا. ربنا يعيننا يا رب، وربنا يعين الجميع، وربنا كده يدينا الصحة جميعا، ومنحتاجش لحد كده ولا اي حاجة، لاني الاحتياج والله يا جماعة لحد، ولا تنتظر حد يجي يعمل لك حاجة ولا حد يديك مصلحة، بتبقى صعب يعني. ربنا يقوينا ويدينا الصحة علشان المصلحة ما تنفعش تتعمل الا بايدينا احنا بس. لو ايدينا شلناها من بيتنا ومصالح بيتنا فبتبوظ الدنيا، بتبوظ بصراحة يعني.
فطبعا ربنا يعين كل حد على بيته، وخاصة اللي زي حالتي كده اللي معاش حد، يعني بصوا اللي معهاش بنات، معهاش حد بيساعدها، فربنا يعينها يا رب. ربنا يعين كل حد على مصلحة بيته يا رب. ويقوينا كده على مصالحنا، ان احنا نقوم ونعملها بنفسنا وما نحتاجش لحد. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يقوينا كده على مصلحتنا وعلى حالنا، وربنا يقوي الجميع يا رب. انا كده الحمد لله رب كنت خلصت، كنت كنست وفطرت الطيور. بصوا عملت كل حاجه، وكان المواعين دي كانت اخر حاجه. كنت بقى ايه هشوف بقى الغدا بعديها، بس انا ما كملتش معاكم طبعا. انا كنت اخري معاكم كان هي المواعين كده زي ما انتم شايفين. اخري معاكم ان انا ايه نضفت المواعين كده معاكم يعني وخلاص. انما انا ما كملتش ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل يعني ايه غدا والحاجات تاني معاكم. لما بعمل غدا فطير ولا بعمل اي حاجه بقى احطها لكم في فيديو تاني بقى. اعمل لكم فيديو تاني، الفيديو كده هيطول قوي وهيبقى فظيع. ده انا كمان مسرعه فيه كتير والله، الفيديو كان طويل وانا مسرعه فيه كتير. ان شاء الله انتظرونا، هنعمل معاكم بلاطه بسم الله ما شاء الله، بلاطه للفرن. هنعمل بلاطه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله كده. انتظرونا عشان في فيديوهات حلوه كتيره ومفاجآت حلوه كتيره وحاجات حلوه كتيره ان شاء الله عندنا في محتوانا. يا رب تعجبكم، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.